السلام عليكم. كلنا عندنا لحظات صعبة أو ذكريات مش لطيفة. كلنا بنمر بمواقف بتتعبنا. أوقات بنحس إن مش قادرين ننسى حاجة مؤلمة أو تجربة صعبة. بس هل فكرت يوم في فايدة النسيان؟ في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي النسيان ممكن يكون شيء مفيد لينا، وده مش معناه إننا نتهرب من الحقيقة، لكن معناه إننا نتعلم نعيش من غير ما نسمح لذكرياتنا السلبية تأثر علينا. إزاي النسيان بيساعدنا في الحياة؟ النسيان مش حاجة سلبية زي ما ممكن ناس كتير يفتكروا. في الحقيقة النسيان بيساعدنا نكمل حياتنا بشكل أفضل. يعني مثلا النسيان بيساعدنا نتخلص من المشاعر السلبية. لما بننسى حاجة حزينة أو تجربة موجعة، ده بيخلي مشاعرنا تريح شوية. إحنا مش دايما محتاجين نتذكر كل حاجة عشان نعيش. في بعض الأحيان النسيان بيدينا فرصة نبدأ من جديد. النسيان بيساعدنا نركز في الحاضر. لو فضلنا دايما نفكر في الماضي، هنفقد التركيز على حياتنا اليومية. النسيان بيخلي تركيزنا أكبر في اللحظات الحالية، وده بيساعدنا نعيش حياتنا بشكل أفضل. النسيان بيخلينا نغفر ونمشي قدام. ممكن يكون في ناس أو مواقف أذتنا في الماضي. النسيان مش معناه إننا بنسكت عن الحق، لكن معناه إننا بنختار نعيش بسلام مع نفسنا ونغفر ونمشي قدام من غير ما نتعلق بالماضي. إزاي نقدر نساعد نفسنا عشان ننسى؟ مفيش شك إن النسيان مش دايما سهل، بس في شوية حاجات ممكن نعملها عشان نساعد نفسنا نتغلب على الذكريات السلبية. التركيز على الحاجات الإيجابية. كلما ركزنا على الأشياء اللي بتساعدنا أو بتحفزنا، هنبعد أكتر عن الذكريات المؤلمة. خلي عندك شغف جديد، ابدأ هواية جديدة، أو قضي وقت مع ناس بتحبهم. التقبل والمسامحة. أوقات لازم نقبل إن في حاجات في حياتنا حصلت ومنقدرش نغيرها. مش كل شيء ممكن نتحكم فيه، لكن إحنا نقدر نقرر نسيبه ونتقدم. المسامحة مش للشخص اللي ظلمك، لكن ليك أنت عشان تقدر تحس بالسلام الداخلي. ممارسة التأمل والاسترخاء. التأمل ممكن يساعدنا نهدى ونتخلص من الأفكار السلبية اللي بتراودنا دايما. لو قعدت شوية لوحدك بتتنفس بعمق وتشيل الضغط عن نفسك، هتلاقي إن الذكريات المؤلمة بتختفي بشكل تدريجي. في النهاية النسيان مش دايما سهل، لكن ليه فايدة كبيرة في حياتنا. بيخلينا نقدر نتجاوز المواقف الصعبة، نعيش اللحظة ونغفر ونتحرك قدام. لو حاسس إن في حاجة لازم تنساها عشان تقدر تكمل، خلي عندك الشجاعة وابدأ رحلة النسيان عشان تحس براحة أكتر. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشاركونا آرائكم في الكومنتات. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. شكرا للمتابعة.